واحدة من أغرب وأخطر القضايا اللي ممكن تسمع عنها في الوطن العربي كله. جريمة تم تنفيذها عن طريق الدارك ويب، وطارق هو بطل القصة في مصر، واللي مشغله طفل عنده 15 سنة بس ومقيم في الكويت. النهاردة يا صديقي هتسمع قصة غريبة وهتقعد تقول هو ده فعلا بيحصل حوالينا؟ في الأغلب لما بتسمع كلمة دارك ويب أو ديب ويب بيجي في بالك على طول أمريكا، روسيا، الصين، وكمان حتى الهند. بس المرة دي القصة مختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا بينا ندخل على قصة النهاردة. على حلاوة المية. القصة بتاعت النهاردة حصلت في مصر، وبالتحديد في شبرا الخيمة. في تاريخ 15/4/2024 اختفى الطفل أحمد محمد سعد، وكان عنده وقت اختفائه 15 سنة بس، ومقيم في عزبة عثمان في منطقة شبرا الخيمة. كان عايش طبيعي جدا وسط أهله وجيرانه. وطبعا كلنا عارفين إن السكان في المناطق الشعبية بشكل عام العلاقة ما بينهم بتكون أكتر من الأهل، والدخول في وسط الناس دي أو في المناطق اللي شبه كده بيكون ليها طريق وأسلوب معين. لكن طارق كان عارف كويس جدا إزاي يدخل وسط الناس دي. في الأول كده يا صديقي لازم نعرفك مين هو طارق. طارق هو شاب في أواخر العشرينات، حياته كلها عبارة عن غموض. محدش يعرف هو أصلا منين ولا أهله أصلا فين، وظهر من حوالي 4 شهور بس في منطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة. لكن وقت ما ظهر كانت ظروفه المادية كانت صعبة جدا، وهو عارف كويس ازاي يخلي الناس اللي حواليه يساعدوه. وهو قال لهم ان هو عنده مرض السرطان او الكانسر والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا ويشفى مرضى السرطان، وان هو اللي بيعالج نفسه بنفسه. ده غير كمان ان هو متكفل بحياته الشخصية بشكل عام. والاهم من ده كله ان هو شخص متدين وبيقعد على طول وسط الناس وبيتكلم معاهم في الدين، وان هم ازاي يتعاملوا مع بعض بطريقة كويسة. وهي دي الطريقة اللي قدر يدخل بيها طارق وسط الناس كده بسهولة. مريض ومتدين ومتكفل كمان بنفسه، وبدأ يشتغل هناك عامل في قهوة، وبدأت علاقته بأهالي المنطقة تبقى أقوى بكتير. ولكن وركز معايا يا صديقي في اللي جاي علشان هو مهم جدا جدا، لان اللي جاي ده هو اهم نقطة في القصة كلها. كانت علاقته قوية جدا بالاطفال، كان على طول يقعد وسط الاطفال ويتكلم معاهم في الدين وينصحهم علشان يعيشوا حياة كويسة. وبسبب كده كان في اطفال كتيرة جدا في المنطقة بيحبوا طارق، ومن ضمن الاطفال دول هو احمد محمد سعد، الطفل اللي عنده 15 سنة، واللي كان معجب جدا بشخصية طارق، لانه يعني شاب وعنده مرض ومع ذلك بيعاني، وكمان قادر يواجه كل ده ومستمر في حياته للاحسن. فكان احمد بيشوف طارق ده ان هو مثله الاعلى. غير كمان ان طارق كان بيحبه جدا، وكان دايما بينصحه وبيقف جنبه وبيحاول يساعده بكل الطرق. ولو عنده مشكلة مع اي حد، طارق ما كانش عنده اي مشكلة انه يقعد مع احمد بالساعات علشان بس يحلله المشكلة دي. وفي فترة من الفترات صاحب القهوة اللي كان شغال فيها طارق بدأ يلاحظ ان طارق بيتغيب كتير، وتغيب تقريبا وقتها حوالي اكتر من اسبوع ومن غير ما ياخد اي اذن. ولما جه طارق وصاحب القهوة اتكلم معاه، فطارق على طول رد عليه وقال له انا كنت متغيب بسبب علاج الكيماوي اللي باخده، وان دي حاجة غصب عنه وما يقدرش يتحكم فيها. وطبعا صاحب القهوة كان بيسكت وما كانش بيرضى ان هو يمشيه علشان هو شاب وكمان تعبان وكمان واقف بطوله. وزي ما قلت لكم في الاول، طارق كان عارف ازاي يدخل وسط الناس دي. وبعد ما رجع طارق لشغل القهوة تاني، قعد شوية كويسين تقريبا من اسبوع لاسبوعين، وبعد كده طارق اختفى. وبعد اسبوعين طارق يرجع يظهر تاني، لكن المرة دي بطريقة وبشكل ومظهر مختلفين تماما عن اللي كان فيه. ولما رجع كان باين عليه قوي ان هو اتغيرت حياته بشكل كامل وملحوظ. اشترى عربية وغير تليفونه، وطريقة لبسه كمان اتغيرت خالص. ولما سألوا صاحب القهوة والاهالي عن سبب التغيير اللي هو فيه ده، قال لهم ان اخوه الغني جدا اتوفى، وان طارق اخد ورث كبير جدا. ومن اللحظة دي طارق اتحول من عامل جوه القهوة لزبون قاعد على القهوة، وبيطلب ويحاسب المشاريب لكل الناس اللي قاعدة، وبيدفع فلوس كتيرة جدا للناس اللي وقفت جنبه. وعلاقته بالطفل أحمد تبقى أحسن من الأول، لأن أحمد بقى شايف إن طارق ده بقى شخص غني، ومع ذلك لسه زي ما هو شخص كويس وبيحب الناس وما اتغيرش عليهم. وطارق كان بيدي أحمد كل فترة فلوس عشان يروح يلعب بيها في البلاي ستيشن، وكان دايما بيراقبه ألا يقع في أي طريق غلط.
طارق هو اللي كان بيراقب احمد، وبسبب تصرفات طارق مع احمد كان احمد دايما لما بيروح كان بيحكي لاهله ازاي طارق ده شخص كويس وازاي بيتعامل معاه كويس، وبيقول لهم ان طارق بيخاف عليه جدا، ودايما بيقول له ركز في دراستك واهتم بنفسك واوعك تمشي في طريق غلط، وانه كمان يبعد عن اي حد بيعمل اي حاجه غلط. وبعد ما يمر 4 شهور كاملين بنيجي نوصل ليوم 15/4/2024. بيظهر احمد ان هو نازل من بيته زي اي يوم طبيعي، بينزل ويتحرك في اكتر من مكان وبيدخل محل البلاي ستيشن اكتر من مره، لكن مره واحده احمد بيختفي، وعلى الساعه 8 بالليل اهل احمد بداوا يحسوا انه في حاجه غلط، لان احمد عمره ما اتاخر للوقت ده بره، فيبداوا يدوروا عليه في كل مكان، لكن فعليا احمد ملوش اي اثر، وطارق كان واقف وقلقان جدا وبيدور معاهم. واهل احمد والاهالي كلهم اللي في المنطقه بداوا يفرغوا كاميرات المراقبه علشان يعرفوا ابنهم احمد راح فين. وهنا تحصل المفاجأة، لما بيبصوا في كاميرات المراقبة بيلاقوا ان احمد دخل محل البلاي ستيشن اكتر من مرة، وبعدين بيشوفوه ان هو رايح لطارق على القهوة، وبعد كده بيدخل محل البلاي ستيشن وبيخرج منه تاني، بس اخر مرة شافوه فيها كان ماشي هو وطارق وبعد كده اختفى ومفيش ولا كاميرا مراقبة جايباهم. ولما جابوا طارق وسالوه اخر مرة دي انتوا رحتوا فين بعديها، فطارق اتكلم وقال ان هو ما يعرفش عنه اي حاجة، ده قابله بالصدفة وبعد كده احمد مش عارف راح فين، وطارق خد بعضه وراح مشوار، ولما رجع من مشواره ده عرف ان احمد اختفى. الاهالي بقى تطلع على مركز الشرطه عشان تعمل بلاغ بالتغيب ده، لان هم دوروا عليه كتير جدا وملوش اي اثر برضه، وفي نفس الوقت هو بلاغ تغيب عادي لان هم مش شاكين في اي حد ممكن يكون اخد احمد وعمل فيه حاجه يعني. وفي نفس الوقت برضه رجال الامن يتعاملوا مع التغيب بتاع احمد ده والبلاغ ده بشكل طبيعي جدا، والشرطه بلغت اهل احمد واهالي المنطقه ان هم لازم يستنوا حوالي 24 ساعه عشان رجال الامن بعد كده تاخد اجراءاتها، وبعد مرور يومين تبدا رجال الامن تتحرك وتفرغ كاميرات المراقبه. وفي نفس الوقت بيلاقوا في كاميرات المراقبه ان طارق دخل الصيدليه قبل اختفاء احمد بشويه قليلين، ولما رجال الامن في عمليه البحث الطبيعيه راحوا وسالوا الصيدليه هو طارق كان بيعمل ايه هنا وكان عايز ياخد ايه بالظبط، عرفوا من بتاع الصيدليه ان طارق كان جاي عشان يشتري مخدر وقطن وشاش، بس عرفوا من الاهالي بعد كده ان احمد مريض وعنده كانسر، وان احتمال كبير جدا يكون دخل الصيدليه وجاب الحاجات دي لاستعمال شخصي يعني لان هو مريض. لكن بقى بعد ما يمر اسبوع كامل على اختفاء احمد الاهالي تبدا تشم ريحه عفن طالعه من شقه طارق اللي هو مأجرها، فيبلغوا رجال الشرطه على طول لان هم اصلا مش مرتاحين بسبب اختفاء احمد، فبتدخل الاهالي على طول على شقه طارق على اعتبار يعني اللي هم يتاكدوا ايه السبب في الريحه دي. ولما يدخل الاهالي للشقه قبل الشرطه بيلاقوا ان في جثه على السرير ومشوقه بالطول ومفيش اي ملامح للجثه، حرفيا وفعليا مفيش اي حد قدر يتعرف على الجثه دي اصلا بتاعت مين. الجثه حرفيا كانت مدبوحه ومشوقه بشكل طولي وكل الاعضاء الداخليه بتاعتها مش موجوده، وكان في كيسه سودا جنب الجثه مقفول وكانت الريحه صعبه جدا. الاهالي ما قدرتش تقرب من اي حاجه بسبب الصدمه والمنظر اللي شافوه، وفضلوا مستنيين لحد ما رجال الامن تيجي، ولما جم اكتشفوا ان الجثه اللي موجوده دي هي بتاعه الطفل المتغيب احمد، ويتم القبض على طارق على طول. والمنظر يا صديقي الظاهري كده انك انت هتقول ان دي تجاره اعضاء. وبعد ما رجال المعمل الجنائي خلصوا مهمتهم في مسرح الجريمه ده بيتم ارسال الجثه على الطب الشرعي، ومن اللحظه دي بتظهر مفاجآت وصدمات لاول مره تحصل في الوطن العربي. ركز بقى كده معايا. اولا بيتم اثبات ان دي جريمه بشعه جدا وملهاش اي علاقه بتجاره الاعضاء، وده لان الطب الشرعي اثبت ان الجثه دي اتعرضت للتعذيب، وان كل الفتحات اللي موجوده في الجثه دي ملهاش اي علاقه بالتعامل الطبي. ده غير كمان ان مفيش اي ادوات او معدات طبيه موجوده في مسرح الجريمه. واضح انها جريمه غريبه جدا من نوعها، ان العينين متشالين من مكانهم وان الاحشاء الداخليه هي كمان متشاله زي القلب والكبد والكلى، ومحطوطين كلهم في كيس جنب الجثه اللي هو الكيس الاسود اللي كان مقفول، وان الجثمان نفسه مفتوح من النص بطريقه طوليه. ده غير ان في ذبح واضح جدا في منطقه الرقبه، صعب ان انسان طبيعي يعمل كده. طب ليه بقى يا صديقي طارق في اعترافاته قدام مركز الشرطه قال ان دي بهدف تجاره اعضاء البشر، وان كل ده كان بمقابل مادي وهو 5 مليون جنيه، وان اللي كان بيديله كل التوجيهات دي شخص مقيم في الكويت. الشخص ده اتعرف على طارق عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وان الشخص ده عرض على طارق انه يجيب شخص ويموته ويطلع جميع اعضائه الداخلية وهو هيتصرف بعد كده في بيعها. وشرط الشخص ده لطارق انه لما يجيب الشخص اللي هيتم القضاء عليه لازم ولا بد انه يكلمه فيديو كول، يعني يفتح مع الشخص ده اللي مقيم في الكويت فيديو كول وهو بيقتل الشخص التاني، ويتفرج عليه ويتابع اللحظة اللي هيتم فيها قتل الضحية وانتزاع اعضائها الداخلية لحظة بلحظة، كل ده مقابل المبلغ اللي هم اتفقوا عليه اللي هو 5 مليون جنيه. فطارق استدرج احمد ونفذ فيه الجريمة بنفس الطلبات بتاعته بالظبط. بس بعد ما خلص طارق الشخص اللي كان معاه على الفيديو كول قالوا ان الاعضاء دي مش هتنفع، احنا محتاجين واحد تاني، وانه محتاج شخص تاني ينفذ فيه نفس اللي عمله في احمد بالظبط.
وانه كمان هيزود له المبلغ لو هو قدر ينفذ ده في اسرع وقت. وفعلا طارق عمل كده وقفل الشقه على احمد وسابه جثه مرميه على السرير، ونزل علشان يشوف ضحيه تانية، والحمد لله ان تم القبض عليه قبل ما ينفذ كده في حد تاني. طارق اتعرف عليه عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي على اعتبار ان الشخص ده بيتاجر في الاعضاء البشريه، والشخص ده عرض عليه انه يشتغل معاه مقابل مبلغ مالي كبير، والشخص ده اتكلم مع طارق وخلاه يوافق لان هو هيديله مبلغ كبير جدا. بس الشرط طبعا اللي حطه الشخص ده ان طارق لما يجي ينفذ الجريمه بتاعته لازم ولا بد انه يفتح معاه فيديو كول علشان يصور كل اللي بيعمله. واتضح بعد كده ان طارق لما كان بيختفي من القهوه اللي كان شغال فيها كان طارق بينفذ بعض العمليات البسيطه بس كانت على الحيوانات، ودي حاجه بتحصل كتير جدا على الدارك ويب وهشرحها لكم كمان شويه. فواضح جدا ان طارق عمل كده اكتر من مره. بالتالي بقى الشخص التاني بعت له فلوس، وطبعا هو اداله فلوس كتير جدا لان هو اشترى عربيه يعني وحاجات تانية كتير. وطبعا طارق قرر بعدها انه ينفذ الجريمه الكبرى او يعني العمليه الكبيره بالنسبه له علشان ياخد 5 مليون جنيه بدل المبالغ البسيطه اللي كان بياخدها. ورجال الامن بعد التحقيقات مع طارق ياخدوا كل المعلومات عن الشخص اللي مقيم في الكويت، ويعرفوا ان هو طالب وجنسيته كمان مصريه وعنده 15 سنة، وبيتم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي والإنتربول ويتم القبض عليه وترحيله هو وأبوه. وسبب القبض على أبو الشخص التاني إن هو كان بيستخدم تليفون أبوه الشخصي علشان يكلم بيها طارق. وبعد التحقيقات معاه اتضح إن الشخص ده بيشتغل على الدارك ويب، وان الموضوع ملوش اي علاقه بتجاره الاعضاء البشريه، ان هو بس كان بيصور فيديوهات، وان حكايه تصوير الفيديوهات اللي من النوع ده منتشره كتير جدا على الدارك ويب وبتتابع بارقام ماليه كبيره جدا. وقريب جدا هعمل لكم حلقه عن شخص اسمه بيتر سكالي، والشخص ده تم القبض عليه وكان معاه عصابه كبيره جدا، وان العصابه دي متخصصه في تصوير الاطفال والاشخاص بعد ما بيتم استدراجهم في غرفه اسمها الريد روم او الغرفه الحمراء. ودي حاجه موجوده بشكل طبيعي جدا على الدارك ويب، ولكنها من اقذر الاعمال اللي موجوده هناك، وان في ناس كتير جدا بتدفع ارقام غريبه علشان بس تتفرج على اشخاص بتتعذب او بتموت قدام الكاميرا. نرجع لمرجوعنا تاني. المهم بقى ان الشخص اللي في الكويت ده بينفذ نفس طريقه بيتر سكالي ده، يا رب اكون نطقت اسمه صح، ولكن بقى هو على منطقه الوطن العربي، وبيبيع الفيديوهات دي بارقام ماليه كبيره. واول ما اتعرف على طارق وعرف ان هو محتاج فلوس عرض عليه فكره الاعضاء البشريه، واكتشف ان طارق وافق على طول وما عندوش اي مشكله انه يخلص على اي حد او يشرح حتى انسان ويخرج كل اعضائه البشريه لمجرد بس ان هو هياخد شويه فلوس. واول خطوه طارق عملها ان هو اتصور مع احمد كذا صوره، وكان بيبعت الصور دي للشخص ده في الكويت. واول ما الشخص ده اداله الموافقه على احمد طارق نفذ على طول. ومن ساعه ما الشخص ده اللي في الكويت تم ترحيله على مصر والتحقيقات لسه شغاله معاه. ورجال الامن تكتشف كمان ان هو مش اول مره يعمل كده، وانه نفذ الجريمه دي في اكتر من دوله بنفس الطريقه. ومن اصعب الاعترافات اللي قالها ان هو كان مستمتع جدا باللحظات اللي بيتم تقطيع فيها احمد وبيتم استخراج جميع اعضاء البشريه، وان بعد طارق ما خلص من احمد والراجل سجل الفيديوهات بتاعته علشان يبيعها اتحجج له وقال له ان الاعضاء بتاعته دي مش هتنفع، وان الموضوع ده محتاج ينفذه مع شخص تاني. النوع ده من الجرائم موجود ومنتشر كتير جدا بس في دول غربيه، وده بيتم في اطار الجرائم القذره اللي بتحصل في الدارك ويب، واللي بالمناسبه يعني الانترنت اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ده قليل جدا من حجم الانترنت الطبيعي. بتيجي في المرحله اللي بعدها الديب ويب، وده بيستخدمه المنظمات السرية والعسكرية والبنوك علشان يحافظوا على المعلومات بتاعتهم من اي شخص بيحاول يخترقها. ولكن بقى بيجي بعدها الدارك ويب، ودي اعمق نقطة ممكن توصلها في الانترنت. ولكن الدارك ويب ده هي حياة سرية بشكل كامل، هتلاقي فيها بيع بشر، تجارة اعضاء بشرية، حاجات كتير جدا، حتى السلاح والمخدرات كله جوه. وكمان فيها تجارة الفيديوهات اللي بيتم فيها تعذيب البشر زي ما حصل في قضية احمد كده بالظبط. والتحقيقات وجمع الادلة في القضية دي لسه شغال لحد النهاردة، وان شاء الله بعد ما التحقيقات ما تخلص يتحكم عليهم هما الاتنين بالحكم العادل اللي يستحقوه. وفي النهاية يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم، وطبعا ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.